The film that was screening was called Antrum. لو اتفرجت على الفيلم ده هتموت. فيلم ملعون كان سبب في موت كل اللي اتفرج عليه. اكسبلور وصلى على النبي ونبدأ. في سبعينات القرن الماضي تم إنتاج فيلم من إخراج ديفيد أميتو ومايكل لينسي، وقصة الفيلم بتحكي عن أخ وأخت واللي هم روان سميث ونيكيل توم بيكنيز. والأخين دول عملوا مغامرة في الغابة، وسبب المغامرة دي إنهم بيحفروا حفرة في الأرض علشان يلاقوا طريقة من الجحيم أو الشيطان علشان يسترجعوا روح كلبهم اللي مات. وعشان تكون عارف الكلب مات من فترة قصيرة. واسم الفيلم أنتروم، وتوقف عرضه لسنين طويلة بعد ما خلصوا تصوير، ولكن في سنة 1988 أخيرا تم الإفراج عن الفيلم وتم عرضه في بودابست. وقت عرض الفيلم اتحرقت القاعة وكانت سبب في مقتل 56 شخص من الحضور اللي بيتفرجوا على الفيلم. وكل ده في ظروف غامضة، يعني مفيش سبب محدد، لكن وارد يكون قضاء وقدر، مش شرط سبب معين. بس بعدها بحوالي 5 سنين كده، تحديدا في سان فرانسيسكو سنة 1993 تم عرض الفيلم في مبنى كسينما، وفي نفس الوقت عرض الفيلم انفجر المبنى لسبب مجهول، والانفجار ده كان سبب في موت 30 شخص. واختفت النسخة المادية الوحيدة للفيلم في الحادث ده. The film that was screening was called Antrum. قضاء وقدر برضه، ليه لأ؟ لكن الفيلم فيه حاجة غلط. أكيد شفتوا فيلم عادة لينتقم والمصايب اللي حصلت بسببه وقت عرضه في السينما والبيوت، بس مخرجين الفيلم قالوا إن فيه جزء سري في الفيلم مش كل المشاهدين هيشوفوه، واللي هيشوف الجزء الملعون ده من الفيلم فالأكيد إنك هتموت. الغريب إن الفيلم اختفى وتم اكتشافه من تاني، والمخرجين حطوا رموز سحرية بتيجي وتختفي بين اللحظة والتانية. وعلشان تتأكد من كلامي، في بداية الفيلم بتظهر عدة تحذيرات على الشاشة وبيحذرك إن الفيلم يثير الشعور بالقلق وكمان نوبات مرضية ونوبات فزع، وكل اللي بيحصل ده ممكن يؤدي بالنهاية لموتك. بالإضافة لتقديم مقدمة إن هم بيخلوا المسؤولية لأي شيء هيحصل من ورا الفيلم ده. بس الموضوع ما انتهاش على كده، لأن في سنة 2020 تم اكتشاف الفيلم من مخرج اسمه 13 لفوربس، وتم عرضه في المهرجان الدولي للسينما، وكمان هيتم عرضه في اليابان وهياخد لفة حوالين السينمات العالمية. أول جريمة ليه كانت جريمة قتل نفسه أو الكلمة دي وهو عنده 9 سنين عن طريق عقاقير سامة وأدوية مش عارف وظيفتها إيه، بكميات كبيرة جدا، بس ما يموتش ويجيب لينا قاتل متسلسل ليفل الوحش. اكسبلور وصلى على النبي ونبدأ. تشارلز كولين ممرض وقاتل متسلسل من اكتر القتلة بشاعة، وفي التحقيقات اعترف انه قتل اكتر من 400 مريض على مدار 16 سنة، ودي الفترة اللي اشتغل فيها ممرض من اول يوم ليه في التمريض لحد اليوم اللي ساب فيه التمريض. وبعدين قتل له بتاع 12 واحد تسليك سنان. اتولد سنة 1960 في نيو جيرسي، تحديدا في ولاية اورانج. كان ليه 8 اخوات، ابوه كان شغال سواق عربيات نقل وتوفى، وتشارلز عنده 7 شهور بس، وحياته كانت غير عادلة. ما كانش رقم واحد بالنسبة لامه لان في 8 اخوات تانيين فبيتعاملهم زي بعض، مع العلم ان اخواته عاشوا مع الاب والام اطول فترة ممكنة، فده الوحيد اللي ملحقش يشوف ابوه، وامه كانت بتعاملهم نفس المعاملة زي بعض، وده حسسه ان حياته مش عادلة وكان عايش في بؤس، مع العلم ان كان بيحب امه ومهتم بيها جدا وما كانش لاقي اهتمام. وده كان سبب رئيسي ان يخليه يحاول قتل نفسه، وحاول اكتر من مرة ان ياخد جرعات مخدرة وعقاقير مش عارف وظيفتها ايه وبكميات كتيرة جدا علشان يفارق الحياة، وفي سن 9 سنين بس. وفي سنة 1977 ماتت أم تشارلز في حادث سير، واللي حصل إن كانت عربية ماشية بسرعة رهيبة خبطت أم تشارلز، وده أدى لنزيف حاد وماتت. ودي كانت آخر سلمة لتشارلز متمسك بيها، وبعد موتها سقط في الثانوية وتم تجنيده كجندي في البحرية الأمريكية، وبعدين تم تعيينه كظابط غواص، وخدم على غواصة صواريخ فترة كبيرة، وتم ترقيته لظابط من الدرجة الثالثة. ومن بعد ما اترقى على طول ابتدت حالة الاضطراب العقلي تظهر على تشارلز، كان بيعور نفسه وكان بيعيط كتير، ومن أهم العلامات اللي أكدت إن عنده اضطراب نفسي انه حاول اكتر من 7 مرات، والقادة اللي كانوا مسؤولين عنه خدت بالها ولاحظت ده بشكل كبير، وتم ترحيله وساب خدمته ووظيفته، وبعدين اشتغل ممرض في مستشفى سانت برانما. وفي سنة 1988 كانت اول جريمة قتل ليه بعد موت امه ب10 سنين، وكانت الضحية الاولى ليه القاضي جوان، اداله جرعة زيادة من ادوية القوارض، وتم نقله لمستشفى تانية تعالجه بسبب ان جاله تشنجات وتسمم حاد، ومن قبل ما يوصل للمستشفى التانية علشان يتعالج مات. وما كانش ده اول واخر مريض، لا، قتل مريض تاني عنده مرض الايدز بجرعة
زياده من الانسولين، وبعدين لقى نفسه محصور من الشرطه وخلاص كانت هتتثبت عليه التهم وجرائم القتل، فساب المستشفى وفضل قاعد في البيت لمده شهر. بعدين قال لك لا، لما هو اشوف لي واحد اقتله، واشتغل ممرض مرة تانية في مستشفى وورم في نيو جيرسي، وهنا قتل 3 ستات مرضى بجرعة زيادة من أدوية القلب المميتة، وفي أم المريضة منهم كانت شاكة في نفسها إن هي اللي اديتها الجرعة الزيادة دي وماتت، وكانت حاسة بندم رهيب، وده اللي شال الشبهة من على تشارلز أكتر. وبعد سنة من الشغل الوضع كان ما يطمنش إنه يقتل تاني، وساب مستشفى وورم وقعد في البيت، وكان هيخش في مشادة مع مراته، فقال لك بدل ما أقتلها قام طلقها. ساب البيت وقعد في شقة لوحده دور أرضي عبارة عن غرفة وحمام، وقال لك أمشي جنب الحيط ويلا توبة. وساعتها مراته رفعت قضية نفقة بتلزمه يدفع مصاريف شهرية لطليقته وبناته، وللأسف ما تابش وقرر ينزل يشتغل تاني منه يصرف على أولاده ويقتله 2 3 علشان يغير جو. وفي الفترة اللي كان بيدور فيها على شغل وما كانش معاه فلوس، تحديدا في سنة 1993 اتهجم على بيت واحدة صاحبته وعلى أولادها وحاول يقتلهم وياخد فلوسهم، بس اتمسك من الشرطة قبل ما يقوم بفعلته وتم اعتقاله لمدة سنة واحدة. وبعد ما خرج حاول تاني وتم انقاذه لتالت مرة من جاره، واتنقل لمصحة نفسية علشان يتعالج من الاكتئاب. وبعد ما خرج وتعافى رجع تاني علشان يشتغل في المستشفى علشان يقتل تاني. القانون عطلان اقسم بالله. واشتغل ممرض في مستشفى سانت لوكا، وهناك لاحظوا اصحاب الممرضين نقص رهيب في الادوية المخدرة مع وجود حالات وفيات كتيرة جدا في المستشفى، وتم تبليغ الشرطة الأمريكية وتم التحقيق لمدة 9 شهور في حالات الوفيات. وكل التحقيق ده وتشارلز شغال ممرض في المستشفى، أقسم بالله بارد برود ما شفتش كده. وتم اتهامه وبعدين تم إسقاط التهم عنه علشان الأدلة مش كافية. وبعد ما الشرطة خلصت تحقيقها قام ماشي من المستشفى. انتوا بتشكوا فيا؟ طب اهو قام زعل ومشي. وفي سنة 2002 تشارلز اشتغل في مركز سومرست الطبي في سومرافيل تحديدا في نيو جيرسي. هو غالبا عدى على مستشفيات نيو جيرسي كلها. وفي مركز سومرست قتل 8 ضحايا، في واحد منهم عاش لمدة 6 شهور في أعراض انسحاب من العقار ومات. والعقاقير المفضلة لتشارلز الديجوكسين والإبنفرين والأنسولين، أتمنى أكون نطقتهم صح. والعقاقير دي نقصت من المستشفى بشكل متكرر، وبعدها بدأ مركز سومرست إنه يراقب تشارلز ويركزوا في مخالفات تشارلز بطريقة رهيبة. ومع مراقبة الأدلة لاحظوا من جهاز الكمبيوتر اللي هو سيستم المستشفى إن تشارلز بيدخل على سجلات المرضى، وفي خزنة الأدوية ظهر إن تشارلز بياخد أدوية مش مكتوبة للمرضى اللي بيشرف عليهم، وبيسحب أدوية تانية مش موصوفة ليهم. وتم منع تشارلز من سحب الادويه دي نهائي لاي مريض. وهنا مدير مركز سومرست حذر مركز الشرطه بان في ممرض عندهم بياخد عقاقير من مخزن الادويه وما كانوش عارفين ان تشارلز هو القاتل، هم بس كانوا شاكين فيه، وبلغوهم ان هم شاكين في موظف من موظفينهم قتل 4 مرضى بالعقاقير اللي بتتسحب من الخزنه. وهنا قفل ال4 جرائم قتل ب5 جرائم قتل في مركز سومرست. واخر مريض مات بسبب انخفاض نسبه السكر في دمه. لما المريض مات مركز سومرست قدم بلاغ باسم تشارلز كولين بدون شكوك علشان اخر مريض كان تحت اشرافه ومات متاخر بسبب اعراض الانسحاب، غير كده كان حصل اخواته اللي ماتوا. وساعتها الشرطه جت وحققت في المستشفى، وكل الادله كانت بتقول ان تشارلز هو القاتل. بس الباشا ما كانش فاضي، كان بيتغدى في المطعم، وهو بيتغدى في مطعم في ديسمبر، مش في شهر ديسمبر، لا المطعم اسمه في ديسمبر. وتحديدا في سنه 2003 تم اعتقاله واتهم بجريمه قتل واحده اللي هو اخر واحد اصلا مات بسبب عقار الانسولين، واشتبه في جريمه قتل وبرده كانت في مركز سومرست. وهنا تشارلز التهمه اثبتت عليه وتم التحقيق معاه، واعترف انه قتل اكتر من 40 مريض خلال 16 سنه، وتم اعتقاله مع التحقيق في بقيه جرائم القتل. وفي سنه 2004 تحديدا في شهر ابريل اتفق مع الشرطه ان هو يعترف بكل جرائمه مقابل انه ما ياخدش اعدام. اعترف انه قتل اكتر من الكميه اللي اعترف بيها الاول، ده فاضل له تكه ويصدر جثث جمله. واعترف انه قتل 400 مريض خلال 16 سنه. تم الحكم على تشارلز ب 18 حكم مؤبد، اللي هو 18 حكم مؤبد بيعادل انفينيتي، وحاليا في سجن ولايه نيو جيرسي بيخلص حكم الانفينيتي اللي هو فيه. المصادر في صندوق الوصف، وما تنساش اللايك وكومنت عرفنا انك وصلت لحد هنا.